لو كنت في يوم من الأيام اضطريت تغير بطاريات الريموت كنترول أو أي جهاز تاني عندك، أكيد قابلت قبل كده بطاريات دبل A أو تريبل A. بس ليه البطاريات عليها الحروف دي؟ ازيكم يا عشاق الهندسة؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة تقريبا كل الناس عندها في البيت، بس كتير مش عارفين ليه الحروف دي مكتوبة على البطاريات. عمرك فكرت ليه في بطاريات AA وتروبل A وسي وسي دي وكمان 9 فولت؟ ليه ما نسهلش الموضوع ونستخدم كله نفس الحجم؟ بص، النهاردة هوريك ان الإجابة على السؤال ده أكتر إثارة للاهتمام مما تتخيل. كل حاجة بدأت لما صناع الأجهزة الإلكترونية لاحظوا إنهم محتاجين نظام موحد عشان يحددوا البطاريات بأحجام مختلفة. قبل كده كل شركة كانت بتستخدم تسميات خاصة بيها، وده كان بيعمل لخبطة كبيرة جدا. تخيل إنك بتحاول تشتري بطارية للريموت بتاعك ومش عارف إذا كانت البطارية دي مناسبة ولا لأ. عشان كده منظمات دولية زي أنسي اللي هي المعهد الأمريكي للمقاييس الوطنية وISC اللي هي اللجنة الدولية الكهروتقنية قرروا يعملوا معيار موحد. بس إزاي قرروا؟ إيه هو المعيار ده؟ طيب، هم اختاروا يستخدموا حروف عشان يمثلوا الأحجام المختلفة، واختاروا الحرف A يكون هو الوحدة الأساسية للنظام. بطارية AA بتعتبر البطارية القياسية المتوسطة في الحجم، وليها أبعاد محددة جدا، تقريبا 14.5 ملم في القطر و5.5 ملم في الارتفاع. دلوقتي لما تشوف بطارية تريبل A ده معناه إنها أصغر من تريبل A. بطارية تريبل A بيكون قطرها حوالي 10.5 ملم وارتفاعها 44.5 ملم، وكمان معروفة باسم بطارية نص قلم. بس ممكن تكون بتسأل نفسك، لو الدوبل A صغيرة ليه الدوبل A أصغر كمان؟ المنطق بسيط، كل ما تشوف حرف A أكتر البطارية بتكون أصغر. طيب، هنا بقى في جزء شيق من القصة. لما نظام تسمية البطاريات اتعمل كان في بطاريات كبيرة مستخدمة بالفعل، فعشان كده أخدوا حروف مختلفة تماما وتسموا C و D. بطارية C قطرها تقريبا 26.2 ملم وارتفاعها 50 ملم، أما بطارية D فهي أكبر بطارية اسطوانية شائعة وقطرها حوالي 34.2 ملم وارتفاعها 61.5 ملم. بس ليه أخدوا حروف مختلفة بدل ما يكملوا على نمط حرف A؟ الإجابة هي إن البطاريات دي كانت موجودة قبل ما النظام يتوحد، فعشان كده اتسموا بأسامي جديدة عشان يتناسبوا مع النظام. بس ممكن تسأل نفسك، طيب في بطاريات C و D ودبل A ودروبل A، بس فين البطارية اللي بحرف A أو البطارية B؟ وهل في بطارية A أصلا؟ لا، مفيش، أو بمعنى أصح كانت موجودة زمان بس دلوقتي شبه مستحيل تلاقيها. قبل سنة 1947 لما هيئة أنسي عملت توحيد لمقاسات البطاريات، النظام كان بيبدأ بحرف A. البطارية A كانت هي المقاس القياسي، والبطارية اللي احنا بنعرفها النهاردة باسم AA كانت بتتسمى بان لايت باتري أو بطارية كشاف نجيب. لما هيئة أنسي حددت المعيار سنة 1947 أعادوا ترتيب التسميات، والبطارية A الأصلية اتوقفت لأنها كان مقاسها غير عملي. كانت كبيرة قوي على بعض الأجهزة وصغيرة قوي على أجهزة تانية. طب وبطارية B؟ بطارية B كمان كانت موجودة تاريخيا بس توقفت لنفس الأسباب. هي كمان كان مقاسها متوسط وده ما كانش عملي لمعظم الأجهزة. دلوقتي ممكن تكون بتسأل نفسك، إيه العلاقة بين حجم البطارية ومدة تشغيلها؟ الإجابة بسيطة، كل ما كانت البطارية أكبر كل ما كانت قدرتها على تخزين الطاقة أكبر. بطارية LA العادية بتخزن حوالي 2000 إلى 3000 ملي أمبير في الساعة، ودي وحدة قياس للطاقة. أما بطارية تريبل A فبتخزن ما بين 800 و 1000 ملي أمبير في الساعة، وده معناه إنها بتقعد وقت أقل.
أما بطارية جي فممكن تخزن ما بين 10 إلى 20 ألف ملي أمبير في الساعة أو حتى أكتر، وده حسب النوع. ده معناه إن لو حطيت بطارية دي في جهاز بيستهلك نفس كمية الطاقة اللي بيستهلكها جهاز شغال ببطاريات AA، بطارية دي هتعيش وقت أطول بكتير. الموضوع زي ما تكون بتقارن تانك بنزين صغير بتانك كبير، التانك الكبير هيوصلك لمسافة أبعد بكتير. بس عمرك فكرت ليه مصنعي الأجهزة الإلكترونية مش دايما بيستخدموا نفس حجم البطارية؟ لو كل الأجهزة كانت بتستخدم بطاريات دي مثلا، الأجهزة الإلكترونية اللي بتشتغل بالبطاريات كانت هتبقى بحجم طوبة ومستحيل تشيلها بجيبك. وبرضه لو كل الأجهزة كانت بتستخدم بطاريات AAA، الكشافات اللي بتشتغل في الطوارئ كانت هتخلص شحنها في كام دقيقة بس. نظام الحروف بيسمح للمصنعين يختاروا البطارية اللي تناسب منتجهم أكتر على حسب المساحة المتاحة والطاقة المطلوبة. ساعة اليد محتاجة بطارية صغيرة جدا عشان تناسب حجمها، في حين ان الكشاف اللي بيشتغل في الطوارئ محتاج بطارية كبيرة وقوية عشان ينور لساعات. دلوقتي في بطارية مش ماشية على نظام الحروف ده، واكيد شفتها قبل كده، بطارية 9 فولت. هي اسمها كده لانها بتدي 9 فولت من الطاقة، مش لانها ماشية على نظام الحروف. بطارية 9 فولت بتستخدم في شوية حساسات وأجهزة قياس زي المالتي ميتر، وكمان في بعض دواسات الجيتار كمثال. بس ليه البطارية دي مختلفة عن الباقيين كده؟ بص، بطارية 9 فولت استثناء لأن شكلها مختلف تماما. هي مستطيلة مش اسطوانية زي الباقيين. السبب في كده إن بطارية 9 فولت لازم توفر جهد معين مش ممكن يتحقق بخلية اسطوانية واحدة، فجواها فيها 6 خلايا صغيرة مترصة فوق بعض علشان توصل ل9 فولت. يعني كأنك رصيت 6 بطاريات AA جوا غلاف مستطيل واحد. غير الحجم، في رقم تاني مهم لازم تعرفه عن البطاريات: الجهد. معظم بطاريات AA وتروبل A وسي ودي بتدي 1.5 فولت وهي جديدة، بس ممكن تلاقي بطاريات قابلة للشحن بتدي بس 1.2 فولت. الفرق الصغير ده بتاع 0.3 فولت ممكن يبان مش مهم، بس في بعض الأجهزة الحساسة زي الكاميرات الرقمية القديمة الفرق ده ممكن يأثر على الأداء. عشان كده في أجهزة بتشتغل أحسن مع بطاريات AA القلوية اللي بتدي 1.5 فولت أكتر من البطاريات القابلة للشحن اللي بتدي بس 1.2 فولت. الجهاز معمول عشان يشتغل على جهد معين، ولما تحط بطارية بجهد أقل ممكن ما يشتغلش كويس. بس عمرك سألت نفسك لو نظام تسمية البطاريات هيتغير في المستقبل؟ طيب، مع تطور التكنولوجيا البطاريات بقت أكتر كفاءة وصغر في الحجم. كتير من الأجهزة الحديثة دلوقتي ما بقتش بتستخدم بطاريات AA أو AAA، بيستخدموا بطاريات ليثيوم أيون مخصصة، ودي أصغر بكتير وأقوى. الموبايلات، التابلتات، اللابتوبات كلهم بيستخدموا بطاريات مخصصة مش بتتبع نظام الحروف. مع ذلك نظام الحروف لسه هو المعيار للبطاريات اللي تترمي أو اللي تتشحن العادية، لأنه بسيط وعالمي وشغال بقاله سنين طويلة. وطول ما في أجهزة بتستخدم البطاريات دي، نظام التسمية غالبا هيفضل زي ما هو. بس مع ان الناس فاكرين انهم يعرفوا كل انواع البطاريات، انا بدعوك تتعرف على شوية انواع تانية. لو كنت فتحت ريموت البوابة الإلكترونية بتاعة بيتك قبل كده، ممكن تكون شفت بطارية A23 أو A27. على عكس البطاريات اللي احنا عارفينها، البطاريات دي بتدي جهد 12 فولت، وكمان بتستخدم كتير في ريموتات البوابات الأوتوماتيكية وهي صغيرة جدا. عندنا كمان بطاريات من نوع AAA ب4 حروف A، ودي رفيعة جدا، قطرها حوالي 8.3 ملم وطولها 42.5 ملم، وممكن تلاقيها في بعض الأقلام اللي بتستخدم مع التابلت وبعض الليزر والريموتات الرفيعة جدا وبعض الأجهزة الطبية. عندنا كمان بطارية من نوع نص AA، وتخيل ايه هي نص حجم بطارية ال AA، بس بدل ما تدي جهد 1.5 هي بتدي 3.6 فولت.
ولها استخدامات أكتر تخصص. وعادة البطاريات دي بيتم لحامها في لوحات الدوائر زي أنظمة الأمان وPLCs. وفي الآخر اللي كان المفروض يبقى معيار لكل حاجة بقى فوضى من أنواع واختصارات. بس على الأقل دلوقتي أنت عارف كل ما زادت ال A في البطارية كل ما كانت أصغر. وحلو إنك تعرف إن في نوعين من البطاريات ممكن يركبوا في ريموت البوابة بتاعك، وممكن يكون ده السبب اللي مخليه مش شغال زي ما المفروض. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو اشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وحط لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي قولي، عمرك ضغطت على زر الريموت بقوة أكتر عشان تحاول تطلع آخر نقطة طاقة من البطارية؟ عمرك اتلخبطت وانت بتغير بطاريات جهاز واكتشفت انك اشتريت النوع الغلط؟ أو يمكن أنت بدأت تبتكر وبتستخدم بطاريات قابلة للشحن وجبت بطارية AA بتتشحن مباشرة بكابل USB-C؟ احكي لي في التعليقات. على جنب هتلاقي فيديوهين شيقين لازم تتفرج عليهم علشان توسع معرفتك وتستكشف اللي يثير فضولك. ولو حابب تدعمنا اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. وده كان كل حاجة يا عشاق الهندسة، تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.